الشوط الاول بالاضافه الى زميله اللي لمس الكره ده علاء شعبان. انطلاقه علاء من الجانب الايمن ويحاول يجري هنا يا ولد يا لعيب، انطلاقه داخل المنطقه والعرضيه، لكن المجيد الاخر ادوا للسلبي حتى هذه اللحظه. عبد العزيز توفيق الشوط الاول، استلام من السيد عبد العال، طول منه وتروح عند اسلام صلاح ومحاوله المرور ويطلع على طول الشناوي في توقيت كره داخل المنطقه، لكن ايهاب المصري ما تعاملش معاها بشكل كويس. ادي العرضيه خطيره جدا والاستلام وايهاب والكابتن جريشه بيقول العب ولا كابتن ولا ايه؟ ايوه فعلا خطا، كابتن جريشه قال خطا، وكمان انذار لمصلحه ايهاب المصري، انذار للدعاء يعني. فتاح وشعراوي داخل المنطقه، محاوله العرضيه خطر جدا باتجاه محمود شاكر، ويا سلام يا نهار ابيض يا نهار ابيض، مش ممكن عن طريق ايهاب المصري، فرصه غير طبيعيه يعني بتضيع من المصري. شوف العرضيه وشوف التريحه الممتازه من الخبره هنا محمود شاكر عبد الفتاح، لكن فين يا ايهاب؟ خارج المرمى تماما. خطا هنا. الانطلاقه الاولى لمحمد سعيد، محمد سعيد باتجاه احمد محسن داخل المنطقه خطيره جدا، والتسديده بعيده. بقول لحضراتكم شوف متساويين، 4 اهداف في الاسماعيلي وفي الجيش وفي الدجله هدفين. ادي التسديده بالقدم من داوودة الى شعراوي، محاوله المرور من شعراوي، واقف على الكوره كويس، خطيره اهم خطيره، والخطا موجود من بقعه سحريه في الملعب، يعني خطا هنا وانذار بوجه محمد العدلي. محمود شاكر والتسديده وتصطاد في اللقطه اللي تسدد منها الضربه الحره الماضيه، خطير جدا. محمد سعيد ويطلع على طول، يا سلام يا نفاثه في الجانب الايمن في الشوط الاول، والعرضيه خطيره جدا. داوود فرصه الهدف، شاكر يا نهار ابيض على هذا التصدي الاسطوري المصري. مش معقول، مش ممكن يا محمود يا شاكر، لعبه حلوه جدا ما يعني لا يلام عليها ابدا شاكر، لكن كل الصفاره موجوده من الكابتن جهاد جريشه. ادي موسى كبير، خطر ويطلع على طول السيد عبد العال في اللحظه الاخيره اللي تزداد على الفريقين النهارده، او المره دي الضربه الثابته او الضربه الركنيه لصالح نادي القناه، رايح لها كالعاده بهاء مجدي من الجانب الايسر او من الجانب الايمن. وادي العرضيه من ايمانويل داخل المنطقه، خطر جدا. فرصه الهدف عند شاكر، محمود شاكر لعبد الحكيم شاكر تاني، يا سلام يا شاكر، لكن تمريره بالقدم اليمنى ما ربطش كويس قوي مع محمود عبد الحكيم في اللقطه الماضيه. تعود في الخلف الى احمد فوزي، وبدا المصري ينشط من جديد بعد لما كان هادي في ال5 دقائق الاخيره. محاوله من جديد، انطلق من الجانب الايسر، استمر في الكوره كتير، لا سلام، تمريره حلوه عبد الحكيم، فرصه ومش ممكن يا خبر ابيض يا ايمانويل فين يا راجل، فين التسديده؟ وادي شاكر عبد الفتاح والتسديده بالقدم اليمنى، والتدخل الدفاعي موجود من نادي القناه. فرصه جديده بتضيع من النادي المصري، سلسله من الفرص اضاعها النادي المصري في هذا اللقاء. احمد داوود يا ولد العبها داخل المنطقه في الجانب الايسر، محمود عبد الحكيم، محاوله المرور والعرضيه خطر جدا ولسه داخل المنطقه، لكن على طول خرجت هنا في ومحمود عبد الحكيم، والعرضيه داخل المنطقه من محمود عبد الحكيم، والتسديده وفرصه من علاء شعبان، والكابتن جهاد اذا صافره الكابتن جهاد جريشه معلنه